بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أسرع وأسهل بسكوت ممكن تتخيليه بدون بيض، وهيطلع معانا مقرمش والبسكوتة بتدوب دوب، ومش عايزة أقولك على الطعم. جنب كوباية شاي الصبح كده وهتاكلي أطعم بسكوتة ممكن تتخيليها. يلا حبايب قلبي نقول بسم الله ونبدأ مكوناتنا. أول حاجة معايا كوباية من الزبدة أو كوباية من السمنة المتوفر عندك، بس تكون بدرجة حرارة المطبخ. كوباية من السكر البودرة. هخلط السكر والزبدة كويس جدا مع بعض بالمضرب لحد ما الاقي اللون بتاعهم افتحي معايا وبقى كريمي فاتح. والخطوة دي مهمة جدا في أي نوع بسكوتات انتي بتعمليه. زي ما احنا شايفين راح كريمي فاتح. هلم الجوانب كلها كده وهبدأ أضيف المكون اللي بعديه، وهو رشة من الفانيليا عليها نص كوباية من الزيت. هخلط الزيت بالخليط بتاعي كويس جدا لحد ما الاقي بس كده ان الزيت اختلط حلو قوي بالزبدة والسكر. نزلت بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، وهخلطه كويس علشان لو في اي تكتلات تختفي معايا في الخليط. هلم الخليط كويس كده وهبدأ أضيف الدقيق تدريجي. 4 كوبايات من الدقيق منخولين كويس، عليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبلاش نكتر في البيكنج باودر علشان أنا مش عايزة البسكوتة تعلى جامد معايا، عايزاها بسكوتة زي الجاهزة بالظبط. زي ما انتوا شايفين بنزل بيه بالتدريج لحد ما الاقي ان الخليط معايا تماسك وبقى جاهز للتشكيل. طب هعرف منين ان الخليط تماسك معايا وجاهز للتشكيل؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. انا كده خلاص المعلقه خلاص ما بقتش تنفع معايا للتقليب. بدات بايدي كده اخلط المكونات، وطبعا زي ما احنا عارفين ان البسكوت ما بيتعجنش، يعني مجرد ان المكونات بتاعتي تختلط ببعضها بوقف خلاص تقليب في العجينه بتاعتي. اختبرتها ازاي بقى؟ انا لقيتها هنا لسه بتلزق وطريه جدا معايا. زودت لها معلقه دقيق كبيره، قلعت الجوانتي وبدات امسك العجينه كده. لقيت ان العجينه معايا ما بتلزقش في ايدي خالص وسهله التشكيل. شايفين شكلها ايه؟ ما بتلزقش، وحتى لما عملتها ما بتشققش معايا. لو حسيتي انها محتاجه دقيق تاني ممكن تضيفي لها بس معلقه. هجيب صينيه وهفردها ورقه زبده وهبدأ في تشكيل البسكوت بتاعي. هشكله دوائر متساوية زي ما احنا شايفين. طبعا لو مش هتحطي البسكوت على ورق زبدة هتحطيه على الصينية بتاعتك على طول بدون اي دهون، يعني بلاش تدهني الصينية اي حاجة، لان البسكوتات اللي فيها زبدة والبيتي فورات ما بتندهنش، لان هي فيها زبدة كافية جدا وسمنة ان هي تحمر من فوق وتحت. هبدأ أشكل كده البسكوت بتاعي وبالبصامة. البصامة دي بصامة الكحك كلنا عارفينها. هبدأ أضغط عليه من فوق أديله شكل. لو انتي ما عندكيش البصامة ممكن بشوكة تضغطي كده هيديله شكل جميل جدا. كمان ممكن تعمليه سادة من غير أي تشكيل، بس بضغطة خفيفة كده هتبططيها علشان تبقى رفيعة معاكي مش عالية. هيدخل الفرن درجة حرارة متوسطة في الفرن اللي في النص. هتابعه طبعا في الفرن. طب هعرف ازاي ان البسكوتة استوت معايا؟ كتير يقولوا ان الكاكاو ما بيبينش البسكوتة استوت ولا لا. لا، هتعرفيها من ايه بقى؟ هتعرفيها ان البسكوتة من تحت بدأت تلون معاكي، لونها بدأ يفتح شوية. هطلعه من الفرن اول ما يستوي واسيبه لحد ما يهدى خالص ويبرد معايا، يعني مش هاجي يمه لحد ما اتاكد انه يكون برد، علشان ما ينفعش اشيله من الصينيه وهو لسه سخن، علشان طبعا هيتفرفت وهيتبهدل معايا. وهتطلع معاكوا احلى بسكوته ممكن تاكلوها حبايب قلبي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك بالقناه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.